السلام عليكم، معاكم انجي سكين ودي قناتي. وان شاء الله هنعمل النهارده كانيلوني محشي لحمه مفرومه بالبشاميل والجبن. جبت ووك وحطيت فيه معلقه زيت ومعلقه زبده بلدي، وهنا 300 جرام من اللحمه المفرومه، وهبدا التعصيج بتاعهم. هنا بدأنا في تعصيج اللحمه المفرومه، وهنا هنبدأ نضيف التوابل ومعاها الملح. هنا ضفنا التوابل، وهنضيف شوية من الخل، ونقلب كل المكونات مع بعضها. هنا هنبدأ نضيف الثوم المفروم على اللحمة، وبعد كده هنبدأ نضيف رشة من جوز الطيب ونقلب المكونات. هنا هنبدأ نضيف البصلة الكبيرة المفرومة ناعم، ونشوح باقي المكونات مع بعضها. هنا هنبدأ نضيف حوالي 4 معالق من الفلفل الألوان علشان القيمة الغذائية. هنا هنضيف كوباية من عصير الطماطم المعصورة والمتصفية ومتسبكة. هنا هنضيف نص كوباية مية بالتدريج، ربع الأول وبعدين نشوف الكمية محتاجة تاني، اللحمة محتاجة ولا لأ، وهنضيف الربع التاني بعد كده في الخطوة الجاية. وزودنا الملح، وهنسيبها تتسبك مع بعضها، نغطي عليها ونسيبها تتسبك مع نفسها. هنا محتاجين معلقة من الزيت، وحوالي 4 معالق من الزبدة، و4 معالق من الدقيق، وهنا توم بودرة وبصل بودرة. وهنبدأ نعمل كل المكونات مع بعضها، نغلفهم مع بعض، ونبدأ نجهزهم عشان نعمل البشاميل.